تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إليكم ملخص ونتيجة مباراة منتخبنا السعودي من أمام منتخب بولندا. لكن قبل البدء بالفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك أخبار المنتخب السعودي. وأهم شيء لا تنساش الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لنبدأ الآن. خاض منتخبنا السعودي مباراة في بطولة كأس العالم أمام منتخب بولندا، بعد أن خاض المنتخب السعودي مباراة مع منتخب الأرجنتين وانتهت بهدفين مقابل هدف للمنتخب السعودي. وأول هدف كان من أمام اللاعب الشهري والهدف الثاني أتى من اللاعب سالم الدوسري. أما هدف الأرجنتين وهو هدف ليونيل ميسي من علامة الجزاء. وألف مبروك لمنتخبنا السعودي بهذا الفوز. وهذا الملخص. وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب سعود عبد الحميد في الدقيقة 29. وجاء الهدف الثاني لمصلحة بولندا من أمام اللاعب روبرت ليفاندوسكي في الدقيقة 42. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي من بين المنتخبين بهدف لهدف. وأتى الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب عبد الإله العمري. وجاء الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 78 من أمام اللاعب سالم الدوسري. وانتهت المباراة ب3-1. وإن شاء الله تنتهي المباراة ب3-1 لمصلحة منتخبنا السعودي، لأني في الفيديو الأول في مباراة السعودي والأرجنتين توقعتها ب2-1 قبل المباراة بيومين.